شكرا وصباح الخير. هو الحديث على إشكالية على مسألة الضمير وحرية الضمير تطرح أولا وقبل كل شيء في اللغة العربية على الأقل إشكالية اللغة. لو تحدثنا بالفرنسية فهنالك مصطلح وحيد هو la liberté de conscience. كانت كلمة ليبرتي دو كونسيونس قد ترجمت في دستور الدستور التونسي في 1959 بحرية المعتقد، وكان يظن أن هذا الأمر كافي لضمان حرية الاعتقاد بما في ذلك الاعتقاد الديني. وفي خلال تحرير وكتابة الدستور الجديد سنة 2014 طرحت مسألة حرية المعتقد وضرورة إضافة كلمة أخرى أو حرية أخرى سميت بحرية الضمير. بطبيعة الحال حرية الضمير هي كذلك ترجمة لمصطلح ليبرتي دو كونسيونس. لماذا؟ لأن كلمة الضمير في اللغة العربية لا وجود لها على المستوى الاصطلاحي بالمفهوم الحديث الذي نتحدث عنه اليوم. فالضمير لغة هو السر أو الشيء الذي يقع إخفاؤه، والضمير هو الذي يكون مقام الفاعل وقد يكون مستترا في بعض الأحيان. واعتقادي أن ليست هنالك تراكمات اصطلاحية أو المصطلح كمصطلح تتعلق بمفهوم حرية الضمير مثل ما نراه اليوم. فهو عندما نتحدث عن الضمير هو الضمير الذي يكون الرقيب الذاتي للأعمال أو للأفعال التي يقوم بها الشخص. فمسألة الضمير إنما هي تابعة للوجدان وهي لصيقة بالنفس. ولهذا السبب أعتقد أن حرية الضمير هي أصل الحريات والأفعال، لأن هو الضمير هو الذي المحدد الأول لصحة الأفعال ولتماهيها مع الشخصية الفردية. وبذلك تكون حرية الضمير هي المنطلق إلى الإيمان أو إلى عدم الإيمان. شأن داخلي، شأن باطني، كما هو الأمر كذلك بالنسبة لحرية المعتقد. بل يمكن أن نقول بأن مجال الاعتقاد هو أوسع من المجال الديني أو الإيمان الديني. ولكن لنفترض أن رفعا لكل لبس اختار المشرع الدستوري التونسي أن يضيف أو أن تتبع حرية الضمير حرية المعتقد، فيكون الأمر إيجابي إذا اعتبرنا أن هذه المسألة قد حسمت بصفة نهائية على الأقل على المستوى المبدئي. حرية الضمير أو كما كان يقال قبل حرية المعتقد إذا ما اعتبرناها إزاء الإيمان الديني فإنها تعني أن للإنسان حرية اختيار دين معين أيا كان هذا الدين، وتعني كذلك أنه يتمتع بحق أن لا يدين بأي دين كان، وتعني كذلك أن لا يقع إكراه على دين معين. وهذه الحرية تعني كذلك ممارسة أن يغير الفرد من الديانة الأولى التي اختارها إلى ديانة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة. وهذا ما بالنسبة لتونس يعني هذه من المسائل التي طرحت في أواسط الثمانينيات عند تحرير ميثاق الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حيث وقع التنصيص صراحة على أن مفهوم الحرية حرية المعتقد تعني حرية الاختيار وحرية تغيير الدين. هذا على
أنشأنا على المستوى الإعلانات، سواء كان على مستوى الدستور أو على مستوى ميثاق رابطة حقوق الإنسان. لكن الحرية لا معنى لها إلا بالنظر إلى تبعاتها السياسية والقانونية العملية، لأن الحرية أيا كانت تتجسم أساسا في إمكانية الإفصاح بها وممارستها فعلا في المجال العام كما في المجال الخاص. ولهذا السبب أعتقد أن الاكتفاء بالنظر إلى المستوى الدستوري لا يفي بالحاجة، ويجب أن ننزل إلى المستوى التشريعي حتى تتبين لنا أو يتبين لنا مدى احترام النظام القانوني السائد، النظام التشريعي، إلى مبدأ حرية الضمير. هو لو نظرنا إلى النظام القانوني التونسي لاحظنا أن العديد من التبعات الممكنة غير موجودة لأسباب عدة، فيما عدا شرط الإسلام بالنسبة لرئيس الجمهورية. وأشير بالخصوص هنا لا فحسب إلى القوانين الخاصة بممارسة الحقوق العامة، وإنما كذلك بالنسبة للمجال الشخصي، وخاصة في مجال الأحوال الشخصية. فأولا لا وجود لمفهوم الردة تماما، لا على المستوى الجنائي ولا على المستوى المدني، ولا وجود لتتبعات نظرا للارتداد أو ما إلى ذلك، ولا وجود لتفريق بين الأجواز، ولا موت مدني. الموت المدني يعني تجاوزته الإنسانية منذ ما يزيد عن قرن ونصف أو قرنين، ونستغرب أن تتواجد إلى الآن في بعض التنظيمات القانونية، النظم القانونية العربية. على كل لو أخذنا بهذا، والسبب في ذلك هو سبب أساسي بالنسبة لتونس، هو ما قام به حبيب بورقيبة في أول سنة من الاستقلال، أعني بذلك عملية توحيد القضاء وعملية توحيد التشريع. فالتشريع التونسي ينسحب على كل التونسيين بصرف النظر عن انتمائهم البديل، ولا وجود لأي قاعدة قانونية أو مادة قانونية تشير مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى اعتبار عنصر الانتماء الديني في اكتساب الحقوق وممارسة هذه الحقوق. هذا لا وجود له. وبقيت هنالك نوع من بقايا هذا الأمر فيما يتعلق بزواج المسلمة بغير المسلم، وفيما يتعلق بالإرث بين أهل الملتين، ولا وجود لنص. لكن كان فقه القضاء يعني غير مستقر على موقف معين، لكن يمكن أن نقول أنه منذ تقريبا 15 سنة قد استقر موقف فقه القضاء على عدم الأخذ بالانتماء الديني، فلا يبطل زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، ولا يمنع الإرث بين أهل الملتين. القاضي التونسي صرح في العديد من المرات أنه ليس له ولا يحق له أن يسأل المتقاضي عن انتمائه الديني. لكن هنالك مشاكل، وهذه المشاكل تتعلق في مدى أو مجال التعبير عن حرية الضمير. وهنا انتهى جست مسألة فقه القضاء باقية في المجال العام. في المجال العام هنالك حديث العبدلية والمصير الذي
كان لجابر ماجري والذي قضي عليه ب7 سنوات سجن. النص الدستوري يجعل من الدولة حامية للمقدس، وهنا كلمة واحدة هي حماية المقدس، ليست الحرية، والمقدس خارج مبدئيا عن مجال القانون. فالموازنة بين حماية المقدسات بحرية الضمير هي إخلال بالترتيب التفاضلي الذي يجعل من الحريات هي الأولى، لأن المقدس هو موقف جماعة معينة أو موقف دين معين من مسألة التقديس. وأختم عفوا عن الإطالة وشكرا لكم.